بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا سمك قاروص متبل أهوت بالدقة بتاعته. هقول لكم دلوقتي عن طريقة الدقة. ومعايا دقيق وعليه معلقة كركم عشان يدينا اللون الأصفر الذهبي الجميل في الآلية. هقلب دلوقتي الدقيق بالكركم. وحطيت الزيت على النار اهوت سخن. هاخد بقى من السمك المتبل دوت واتبله بالدقيق كمان، واروح حطاه في الزيت السخن. السمك بتتبلته ازاي؟ بيتبل بكمون وشطه وملح وثوم وقرن فلفل اخضر او احمر كده، وندقه في الهون او في الكبه او مطحنه الخلاط، وندعك بيه حته السمكيه كده من جميع الجهات. والسمك ده كان متعان في الفريزر، ممكن نحتفظ بيه في الفريزر لمده اسبوعين، يبقى كانه زي الصابح. اكتر من كده بقى لا، بيبان ان هو كان مركون في الفريزر يعني. فده كان بقى له اسبوع في الفريزر، طلعته بقى زي ما انتوا شايفين وفك، وبعد كده على القليه على طول اهوت. وشوفوا جميل ازاي، لونه تحفه. ما شاء الله، حته السمك بتتكلم عن نفسها، اللون ذهبي وجميل. كده خلاص خلصنا قلية السمك. هنشيل الزيت دوت بقى ونجيب الحلة اللي هنعمل فيها الرز. هنعمل رز صيادية. رز الصيادية ده بنعمله بزيت السمك. الحلة هيت هاخد شوية زيت من بتاع القلية، مش هاخد الزيت كله. هننزل عليهم بقى بالبصل، كنت بشرته، وافضل بقى اشوح بقى في البصلة كده في الزيت لعند ما تاخد معايا لون ذهبي غامق. زي ما انتم شايفين قرنفل اهوت، او في ناس بتقول عليه مسمار. 6 حبات كده، وهنزل بيهم واشوحهم برضو تشويحه كده. كون بقى انا غاسله الرز ومصفياه، رز مصري طبعا. احط دلوقتي ميه اهيت على البصله عشان البصله تغلي وتخرط وتنزل اللون بتاعها بالبني دوت في قلب الميه. زي ما انتم شايفين التوابل اللي معايا ملح وشطه وكمون. هغطي عليهم بقى كده لما يغلوا والبصل زي ما قلت لكم يخرط وينزل ميته وينزل لونه يعني. كده ما تحتاجيش ان انت تحطي طماطم بقى ولا صلصه. الرز المصري الجميل بتاعنا اهوت مغسول ومتصفي. وهزود ميه عشان خاطر يبقى العقد بتاعه مظبوط. زي ما انتم شايفين الميه بتغطي الرز بقيمه عقده صباع كده. هنغطي عليه بقى ونسيبه لما يغلي. وبعد ما يغلي بنروح مهدين عليه النار، او نحط الشياط. انا مجهزه الشياطه جنب الحله. وكده الاكله بتاعتنا خلصت، ما خدتش مننا اي وقت. سمك قاروص مقلي، شوفوا لونه جميل ازاي. سلطه خضراء، الرز المفلفل بتاعنا اهوت شايفين لونه برضه لون السمك بالظبط. ميه بقى والمعلي والاطباق، وبالف هنا اللي هياكل. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه. كل سنه وانتم طيبين.